من أجل تحسين الكلام وتقوية المعنى والصحيح، وهو المنهج الوسط العدل، أن ذلك جائز سائغ إذا كان الكلام طيبا حسنا، وكان المقصد مشروعا، وكان المعنى صحيحا، ولم يكن هناك شيء من الاستهزاء بكلام الله عز وجل، ولم يكن المقام مقام سخرية واستهزاء. فإذا كان المعنى صحيحا وكان مقصود المقتبس أن يحسن كلامه بشيء مما ورد في آيات الكتاب العزيز، وكان المعنى لائقا، لم يكن في المعنى إسفاف ولا هو من باب اللهو، ولم يكن السياق